تخيل معايا كده مجموعة أصحاب قاعدين في أوضة ضلمة مقفول عليهم، ونور الشمع بيترعش على الحيطة، ووسطهم ترابيزة صغيرة وعليها لوحة غريبة مكتوب عليها نعم ولا وحروف وأرقام، وفوقه قطعة خشب صغيرة الكل حاطط صباعه عليها وبتتحرك لوحدها. واحد فيهم يقول بهزار في حد معانا هنا، وفجأة المؤشر يبدأ يتحرك ببطء لوحده ناحية كلمة نعم. الكل يضحك في الأول فاكرينها هزار، وواحد منهم يقول أكيد حد فيكم هو اللي بيزقها، لكن لما تتكرر الحركة تاني والمرة دي المؤشر يكتب اسم حد يعرفوه، اسم واحد مات من سنين، الضحك بيتحول لصمت تقيل والجو بيبقى تقيل كأنك بتتنفس خوف مش هوا. واللي حصل بعد كده محدش قدر يفسره ولا ينساه، ومن اللحظة دي كل حاجة اتغيرت في حياتهم. وبدأت الأسئلة الحقيقية، هو مين اللي بيحرك المؤشر؟ وليه اللعبة دي كل الناس بتخاف منها؟ اللعبة دي اسمها ويجا، بس في ناس كتير ما بتقولش عليها لعبة، في اللي شايفها مجرد تسلية وفي اللي بيقول إنها أخطر وسيلة اتصال بالعالم الآخر. من أول ما ظهرت وهي محاطة باللعنات، الحكايات الغريبة وحوادث ناس بدأت بفضول بسيط وانتهت بجن، كوابيس وأحيانا موت. إزاي حاجة مصنوعة من خشب وكرتون تقدر تفتح بوابة للرعب؟ وإيه أصلها الحقيقي ومين اللي اخترعها؟ وهل فعلا الأرواح بترد ولا اللي بيحركها هو خوفنا نفسنا؟ ويلا بينا نبدأ من الأول، من لحظة ما لعبة بسيطة فتحت بوابة مظلمة محدش عرف يقفلها تاني.